طبعا كما تشاهدون الآن هذا الطاقم الرسمي الجديد من مباراة اليوم ابتداء لانطلاق قناة رياضة الأحياء. طبعا نشكر كل من قام وساهم واجتهد ودفع وتعاون مع قناة رياضة الأحياء لنقل لكم كافة الأحداث الرياضية في كل ملاعب الأحياء بمنطقة الرياض أينما تكون كما يجب بالشكل المثالي. أتمنى من الله سبحانه وتعالى ثم منكم كجمهورنا العزيز التعاون معنا في نقل الحي والمباشر، في النقل الجبار طبعا لمثل هذه البطولات. نتمنى التوفيق دائما. كونوا معنا وفي أمان الله. مستمرين في التغطية أعزائي المشاهدين. في هذه الأثناء يتقدم طبعا الكوتش سلطان بهدف مقابل لا شيء. في أثناء طبعا قدمت لنا مشروب من شركة ايش اسمه؟ ريد بول. شركة ريد بول دائما وابدا نشاهدها في كل ملاعب الاحياء، مشاركة، مساندة، وقفة طبعا لا مستغربة طبعا من شركة مثل شركة ريد بول. نتمنى لهم التوفيق. بداية تعرفنا عليك. يوسف الحماد معك. اخوي يوسف، طبعا دائما لا يكاد نخلى طبعا نشاهدكم في كل ملاعب الاحياء، يعني مشاركه وتواجد وتوزيع للمشروب الخاص. طبعا هذا نقول بتواجد بصفه منكم ولا بدعوه من اللجنه المنظمه؟ هذه مبادره من الشركه، سواء في كل البطولات سواء كوره او طائره وغيرها، دائما تحاول انها تشارك قد ما تقدر، تحاول انها تدعم الشباب قد ما تقدر. طبعا انا قاعد اشوف اليوم قبل توزعون مشروب تفكون مشروب قبل، طبعا هذا له ميزه خاصه طبعا او يعني حفاظا على المشروب. هذه طال عمرك هي لسببين، السبب الاول عشان تشربه بارد، السبب الثاني عشان نتيجه افضل يعني لا اكثر. يعني بالتوفيق ان شاء الله للجميع طال عمرك. الله يعطيك. طبعا اعزائي المشاهدين مستمرين في التغطيه. فريق الكوتش سلطان ما زال متقدم. ما مداني اكمل جملتي. الآن تعادل يأتي طبعا لفريق مركز سعود. المباراة كانت 1-0 قبل دقيقتين من الآن فريق مركز سعود يعادل النتيجة ويعادل الكفة بهدف تعادل. هذا دليل كبير عن المباراة مباراة تاريخية، مباراة نار، مباراة قوية جدا. نتمنى توفيق الفريقين. طبعا أمامنا كأس البطولة، طبعا كأس مثالي وكؤوس، طبعا مجموعة الكؤوس لأفضل لاعب وأفضل حارس وفريق مثالي. طبعا من يكون نصيب الحظ في هذه الليلة للحصول على لقب هذه البطولة. بطولة قدموا فيها مجهود كبير اللجنة المنظمة لهذه البطولة بمشاركة المكتب التعاوني للتوعية والإرشاد ودعوة الجاليات. نتمنى لهم التوفيق إن شاء الله في تغطية هذه المباراة. كونوا معنا. يلي تدور للسعادة عناوين، تدري وش اللي يسعدك في حياتك، لا ضاق بك صدرك من يسار ويمين، اجمع بكفينك جميع أمنياتك، واقبل بقلبك مجموع المصلين، تلقى السعادة كلها في صلاتك. تدري وش أكبر غايتي؟ أملك أرفع رايتي، تصبح بالدنيا سعيد، سعادتي يلي بصدرك من عنا الوقت جرحين، عجزت تجمع في حياتك شتاتك، لا ينثني عزمك مع الوقت ويلين، خلي التفاؤل والأمل من سماتك، وارفع كفافك بدون الله يعين، واسعى ورا رزقك وتحقيق ذاتك. تدري وش أكبر غايتي؟ أملك أرفع رايتي، تصبح بالدنيا سعيد، سعادتي يلي تهاونت المعاصي على وين، سكت القدم واسرفت والخير فاتك، ارجع عن ذنوبك رجوع المنيبين،
بدل بحسنات العمل سيئاتك، وابدأ حياتك صح وانعم بثنتين، راحة وفرحة ما تفارق شفاتك. تدري وش أكبر غايتي؟ أملك أرفع رايتي تصبح بها الدنيا سعيد. سعادتك سعادتي، يلي بذلت الخير في العسر والليل، من غير ربك ما تدور جزاتك، بالطيب تسعى في جميع الميادين، ومساعدة غيرك من أجمل صفاتك. يا جعل ما تبكي لك من الحزنان، والله يثيبك دم هذه سواتك. تدري وش أكبر غايتي؟ أملك أرفع رايتي تصبح بها الدنيا سعيد. سعادتك سعادتي. يلي تدور للسعادة عناوين، تدري وش اللي يسعدك في حياتك، لا ضاق بك صدرك من يسار ويمين، اجمع بكفينك جميع أمنياتك، واقبل بقلبك مجموع المصلين، تلقى السعادة كلها في صلاتك. تدري وش أكبر غايتي؟ أملك أرفع رايتي تصبح بها الدنيا سعيد. سعادتك سعادتي، يلي بصدرك من عنا الوقت جرحين، عجزت تجمع في حياتك شتاتك، لا ينثني عزمك مع الوقت ويلين، خلي التفاؤل والأمل من سماتك، وارفع كفافك بدعاء والله يعين، واسعى ورا رزقك وتحقيق ذاتك. تدري وش أكبر غايتي؟ أملك أرفع رايتي تصبح بها الدنيا سعيد. سعادتك سعادتي، يلي تهاونت المعاصي على وين، سكت القدم واسرفت والخير فاتك، ارجعن ذنوبك رجوع المنيبين، بدل بحسنات العمل سيئاتك، وابدأ حياتك صح وانعم بثنتين، راحة وفرحة ما تفارق شفاتك. تدري وش أكبر غايتي؟ أملك أرفع رايتي تصبح بها